في 2017 انا كنت بشتغل في مكان اداني اعلى مرتب خدته في حياتي، وللاسف مديرتي كانت ست نرجسيه بشعه جدا. كانت بتصحى الصبح تتلذذ بان هي تهزق الناس، تعمل لهم خصومات، تنهي عقد ده وتتحكم في ده، وكانت كمان بتتباهى بده قدام الناس علشان تخوف كل الناس ومحدش يقدر يشتكيها. طبعا كل التصرفات اللي هي كانت بتتصرفها كانت ضد مبادئي، وكان مدمرني نفسيا ان انا شايفه كل الظلم ده. وانا ساعتها طبعا كان مركزي والتايتل بتاعي صغير جدا، فاللي انا كنت شايفاه ده كنت حاسه بعكس شديد ان انا عارفه كل حاجه غلط بتحصل ومش عارفه اعمل حاجه. وفجاه لقيت معدتي تتعب جدا وتلتهب التهاب شديد. كل الادويه اللي الدكاتره بيكتبوها لي مش عامله اي حاجه، لغايه لما قررنا ان انا احدد ميعاد وادخل اعمل منظار عشان نشوف هنعمل ايه في وضع معدتي ده. قبل ميعاد المنظار ب5 ايام انا دبيت خناقه كبيره جدا لاني ما قدرتش استحمل اللي بيحصل، وقررت ان انا اقدم استقالتي. قبل ميعاد المنظار بيومين انا كنت لاغيه، لان فجاه الالم الشديد والترجيع والوجع وكل الحاجات اللي كانت بتحصل وقفت. وساعتها انا ادركت ان كل اللي انا فيه ده كان جسمي بيقول لي المكان اللي انت فيه ده مش مناسب ليكي. انا عارف ان انت محتاجه السالري ده، بس وجودك في المكان بيعمل كل حاجه عكس القيم بتاعتك غلط على نفسيتك، واحنا عمرنا ما هنقدر نكمل هنا. وفعلا لقيت نفسي بعدها اتحسنت ورجعت طبيعيه جدا. لما احنا جسمنا بيعمل كده عشان هو بيحاول يحمينا من حاجه معينه. اقعدوا بقى مع نفسكم بعد الفيديو ده، ولو انتوا كنتوا اخر فتره بتمروا بامراض جسديه ليها اسباب نفسيه وعارفين ان ده سببه حرقه الدم او وضع مش كويس انتوا موجودين فيه، خنقه، اقعدوا مع نفسكم. لو جسمك بيحاول يديك رساله علشان يجبرك تخرج من وضع معين، ايه هو الوضع ده اللي انت مكمل فيه، وازاي تحط لنفسك خطه علشان تخرج منه.